في المغرب يرجعوا 70% للمصدر، يعني نعاودوا نولوا نلتقى. بس انا ولكن في رايي المشكل وين راه؟ المشكل هو ما نبررش، ولكن في رايي ما بين الجزائر يعني مرتبطه ماده واحده هي البترول. En clair, nous pouvons faire durer nos réserves plus longtemps. Mais pour cela, il faut avoir une stratégie, un modèle, ce qu'on appelle les modèles de consommation. Et pour ça le moment, existe en Europe. Tout à fait. Ça existe en Europe. Le modèle Marcal est très connu. Les Tunisiens ont un modèle Marcal. Les Marocains ont un modèle Marcal. Par exemple, je connais la méthode des Marocains pour arriver à 2030. 42% en énergie renouvelable, 14% d'éolien, 14% de solaire et 14% d'hydraulique. C'est clair, défini. C'est clair, c'est net et il y a une vision. هذه واحدة الزراعة باسكو ما يعوضوا لا بترول لا غاز لا ذهب لا والو. المنار كام عايشين بالزراعة، عايشين بالزراعة. أنا قريتها كي كنت صغير في ليكول، باسكو البترول ماتير تخلاص، مي الزراعة ما تخلاش. تصور باللي الجزائر راهي تجيب اكثر من 60 مليار دولار، وراهي الاكسبورت واحد 800 مليون دولار فقط. نعم. بينما المغرب راهي تصدر حوالي 23 ولا 24 مليار دولار. من الناحية الثانية نرجع إلى تعليق فقط برك. إذا رجعنا إلى المعطيات، المغرب من الناحية الغربية كل منتجات زراعية الآن تجدها في يعني في بريطانيا، في بريطانيا سوبر مارشي، في المتاجر البريطانية تجد منتجات غذائية مغربية. أي بلد يفتخر يكون عنده ملعب بحال هذا الشيء. احنا في الجزائر للأسف مازال ما عندناش على الأقل ملعب واحد بهذا المستوى، ما عندناش. Je dis aujourd'hui, dans notre pays, ceux qui ont des diplômes ne sont pas valorisés sur le marché du travail. Je prends l'exemple de nos deux voisins, à la fois le Maroc et la Tunisie. Un ingénieur, par exemple, au Maroc ou en Tunisie, est payé 2 fois, voire 4 fois plus que le même ingénieur en Algérie. إذا كان المغرب يخطط بأن يكون من بين 20 الوجهة العالمية في آفاق 2020، فهل يمكن للمحترفين الجزائريين الحلم على الأقل من أن تكون الجزائر في الرتبة 100 في هذه الفترة؟ زدنا غير كيهضر على لي بيرو تشونج ولا شو. نعطيك انا مثال، المغرب عندهم اكثر من 750 بيرو تشونج. بون في الشروط راك عارف كي دير ان بيرو تشونج يليقها ميكرو، لالارم، هذيك اللي تفيريفي اللي بي الى اخره. استقبلت الجزائر سنة 2013 2.7 مليون سائح أجنبي حسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وهو رقم اعتبرته الهيئة منخفضا جدا مقارنة بحوالي 10 ملايين سائح لدى المغرب الذي حل في المركز الأول إفريقيا. وبالنسبة لتشغيل الناس، هل تعلم بأن المغرب الشقيق يزرع 5 ملايين هكتار سنويا ومساحته أقل من مساحة الجزائر ب6 مرات؟ 7500 دينار إذا كان ردوها بالأورو، يعني ما هي المصاريف اللي قادرة يقوم بها هذا الطالب. ولكن إذا كان نروحوا نلاحظ مثال في يعني 75 أورو، يعني اذا كان من يعني بالحقيقه اذا كان من البنك 70 اورو، يعني اذا كان تهبط، يعني اذا كان تهبط في المطار، من المطار الاخر تحط 40 ولا 50 اورو معناتها خلاص ولا كذا. ولكن شوف مثال اذا كان نروحوا للمغرب، شوف المغرب نفرق، داير مثال للتربص معناتها ستاج واحد في يعني في نونتربريز، اذا كان يدير ستاج ماهوش كيما يعني واحد يروح يقرا. اذا الفلو ستاج يمدوا 25,000 درهم لمده 12 شهر، مع العلم ان فيه يعني حوالي يعني 25,000 درهم، 25,100 اورو. المغرب يعني المغرب لا يملك لا بترول ولا شيء، يعني اصبح يعني في هذا يعني مداخله من الخضر والفواكه، يعني ما الذي ينقص الجزائر عن المغرب؟ يعني شوف مثلا كم الجزائر تصدر من غير المحروقات، يعني مبلغ اقل من مليار دولار. في نفس الوقت المغرب مثلا جارنا أصبح يصدر بمبلغ حوالي 25 مليار دولار.
علاش الجزائر ما قدرتش تخرج من هذه التبعيه. واللافت في موضوع المغرب انه اكبر قطاع الان الذي تجاوز حتى قطاع الفلاحه، اكبر مساهم في الجي دي بي في الناتج الاجمالي للمغرب هو تصدير السيارات. يعني رونو استثمرت، وعكس رونو التي يعني الجزائر الحكومه هي التي كانت سخيه في استثمارها في صناعه السيارات في الجزائر. رضوان، وقت اللي كثر التشكيك في مستوى البطوله المغربيه رجع الدربي هذايا ورجعنا الاجواء الكبيره تاع البطوله المغربيه. والله انا لما نشوف الصور هذه اللي شفتها منذ قليل خاصه في المدرجات، يعني نحشم بعد قليل باش نتكلم على الدربي الجزائر، لانه ديربي بين المولوديه والاتحاد والله يعني كل الصور كانت تتكلم على نفسها، الاداء فوق الميدان، الصور في المدرجات، يعني كل شيء راه يمشي حاليا المغرب مقارنه بالجزائر. حتى في اللاعبين تاع المنتخب المغربي راهم يلعبوا في انديتهم، احنا اللاعبين تاعنا ما راهمش يلعبوا، الديربي تاعهم راه احسن من الديربي تاعنا، يعني امور كثيره راهي موازين القوى الحمد لله. المقارنه تمشي في المواضيع الكل حتى في الديربيات. الحمد لله ان الجزائر ما راحش تواجه المغرب بعد اسابيع، يعني مازالوا 3 اشهر كل شيء يعني راح